اولى ثانوي، اهلا وسهلا بيكم. النهارده باذن ربنا هنبتدي في ليسون 2. اتمنى تكون الناس فعلا ذاكرت ليسون 1 كويس عشان ما نبتديش يا رجاله ويا دكاتره ويا بنات ويا حبايبي، ما نبتديش من اولها يبقى فيه تراكم. النهارده هنخش على ليسون 2 والجزء اللي بنتكلم عليه فده يعتبر استكمال وتكميل للجزء اللي ابتديناه في الدرس الاولاني. حابب ان انا افتكر معاكم اخدنا ايه في الدرس اللي فات. الدرس اللي فات اتكلمنا على حاجه اسمها بايوسفير. ايوه بايوسفير اللي هو اني بارت كان كونتين ليفنج اورجانيزمز. حلو قوي. وعرفنا ايه هي الكومبوننت اوف بايوسفير، البايوتيك والابايوتيك، وعرفنا كمان الليفلز بتاعت البايوسفير اللي هي كانت ايه يا مستر؟ اللي هي كانت بتبتدي بانديفيدوال والكوميونتي والبوبيوليشن والبايومز والايكو سيستم، وفي الاخر انتهينا بحاجه اسمها البايوسفير. درسنا حاجتين تانيين ودول بقى النهارده هنشتغل عليهم، حاجه اسمها الفود تشين والفود ويب. اتمنى فعلا نكون ذاكرنا ليسون 1 كويس، لان ليسون 2 معتمد شويه على ليسون 1. تعالوا نتفضل ونشوف درسنا النهارده. درسنا النهارده بيتكلم على التروفيك ليفلز. تروفيك يعني مستويات الغذاء ومستويات الكائنات الحيه اللي موجوده في الايكو سيستم. هندرس حاجه اسمها تروفيك ليفلز، يعني مستويات الغذاء وهرم الغذاء والعلاقه بين الكائنات الحيه. يبقى احنا هنكمل كلامنا ونربط بين الكائنات الحيه وبعضها في حاجه اسمها تروفيك ليفلز اند فيدنج باترن ان ذا ايكو سيستم. تعالوا نتفضل ونشوف ايه معنى كلمه تروفيك ليفلز. دلوقتي لو جينا بصينا على الكائنات الحيه اللي موجوده في اي نظام بيئي، عندك كائنات حيه بيبقى فيه بلانت. بلانت اللي احنا سميناه ايه يا جماعه؟ سميناه بروديوسر. وبيبقى فيه كونسيومر، كائنات حيه مستهلكه زي اللاين، زي الدير، زي التايجر. كمان عندنا في الديكومبوزر. طيب احنا النهارده هنحاول نربط بين الثلاثه دول في شكل معين ونعرف الريليشن بينهم. كل واحد من دول يسمى تروفيك تروفيك تروفيك. طيب مستوى غذائي. اول تروفيك عندنا في اي بايوسفير او في اي ايكو سيستم لازم دايما نبتدي في اي هرم غذائي او اي وصف للعلاقات الغذائيه، الفود ريليشن بين الليفنج اورجانيزم، عن طريق حاجه اسمها التروفيك ليفلز. تعالوا نشوف اول ليفلز. لازم اول ليفلز عندنا يحتوي على بلانت، على اوتوتروفيك. طيب بعد كده بندخل في حاجة تانية اسمها هيتروتروفيك. يبقى أنا تقريبا هشتغل مع 2 main levels. هشتغل مع حاجة اسمها اوتوتروفيك. يبقى أول ليفلز موجود عندنا اسمه اوتوتروفيك. تاني ليفل اسمه هيتروتروفيك. طبعا سيادتك مش محتاج أفكرك إن كلمة اوتوتروفيك معناها living organism can make its own food. can make its own food. يبقى اول ليفل عندنا اسمه التروفيك. اول ليفل عندنا في التروفيكس اسمه اوتوتروفيك. ده عباره عن كائنات حيه بتقدر تعمل اكلها بنفسها، كلام دارسينه قبل كده، عن طريق عمليه اسمها عمليه الفوتوسينثيس بروسيس. تاني تروفيك الاذر ليفلز اسمها هيتروتروفيك. يعني ايه هيتروتروفيك؟ يعني معناها living organism can't make its own food. يبقى احنا هنقسم المستويات الغذائيه لتو ليفلز. ايه هما التو ليفلز؟ واحد اسمه اوتو وواحد اسمه هيترو. اوتو تروفيك، هيتروتروفيك. اوتوتروفيك means a living organism able to make its own food, while heterotrophic معناها living organism unable can't make its own food. كويس قوي. طيب ما تنساش ان الاوتوتروفيك بيعمل اكله عن طريق عمليه الفوتوسينثيز، ما تنساش ان الهيتروتروفيك بيعتمد على كائن حي تاني. طيب تعالوا نقسم الهيتروتروفيك وندرس كمان الاوتوتروفيك بالتفصيل. بس مبدئيا كده انت طلعت بايه؟ ان احنا عندنا في ليفلز في العلاقات الغذائيه في الفود ريليشن شيب. التو ليفلز الاساسيين اوتوتروفيك هيتروتروفيك. اعمل لي كومبير بسرعه. اوتو يعني معناها كان ميك اتس اون فود لايك جرين بلانت اند الجي.
while heterotrophic معناها living organism can't make its own food and depend on another living organism. طيب الديكمبوزر ايه موقفها؟ يعني ايه ديكمبوزر؟ مش الكائن الحي بيموت وبيتحلل؟ يبقى الديكمبوزر تعتبر هيتروتروفيك. يبقى انا عندي تو مين ليفل، انا عمال اعيد وازيد. مين التو مين ليفل؟ تقول لي اوتوتروفيك وهيتروتروفيك. بص لي في كلمه اوتوتروفيك. اوتوتروفيك انا ليفنج اورجانيزم اتقالت كان ميك اتس اون فود. اوكي، عن طريق عمليه اسمها الفوتوسينثيز. طيب هنهدى بقى شويه كده. ايه اللي بيحصل في الفوتوسينثيز؟ النبات بياخد كربون دايوكسيد، النبات بيمتص ووتر، النبات بيمتص مينرالز. الحاجات دي كلها يا جماعه اسمها ان اورجانيك. فالبلانت من خلال انه بيعمل اكله بنفسه بيبتدي يمتص حاجات ان اورجانيك. اولا كلمه ان اورجانيك لو عايز تتاسس صح معناها doesn't contain carbon except carbon dioxide. doesn't contain carbon except carbon dioxide. ان الكربون دايوكسيد فيه كربون بس اسمه ان اورجانيك. بس اي حاجه ما فيهاش كربون يبقى اسمها ان اورجانيك ما عدا الكربون دايوكسيد. فالكربون دايوكسيد والووتر والمينرال اللي بيمتصهم النبات اسمهم ان اورجانيك. هوبا يعمل حاجه اسمها فوتوسينثيز فيحولها من ان اورجانيك لاورجانيك. يبقى الخلاصه بتاعت الفوتوسينثيز او اللي بيعمله الاوتوتروفيك ان بيحول الان اورجانيك لاورجانيك عن طريق عمليه اسمها عمليه الفوتوسينثيز. كويس جدا. طيب مين بيقوم بالكلام ده؟ عندك الجرين بلانت، عندك الالجي، وبعض انواع البكتيريا. طيب الجرين بلانت كلنا عارفين انه بيمتص اشعه الشمس، بياخد الكربون دايوكسيد، بياخد الووتر، ويحول الان اورجانيك لاورجانيك، وقلنا عن طريق عمليه الفوتوسينثيز. هل ممكن نعبر عن الكلام ده في شكل ايكويشن؟ ممكن نعبر عنها في شكل ايكويشن. تعال بص لي كده في الايكويشن بتاعتنا. حضرتك عارف ان البلانت بياخد كربون دايوكسيد، حضرتك عارف ان النبات بيمتص حاجه اسمها كمان الووتر. حلو، بيطلع لك ايه؟ بيطلع لك الجلوكوز C6H12O6، ويطلع لك كمان اكسجين. حلو، يبقى بياخد 6 كربون دايوكسيد 12 جزيء موليكيول اوف ووتر، يطلع لك جلوكوز ويطلع لك اكسجين ويطلع لك كمان ووتر مره تانية. حلو قوي. خلي بالك من حاجه يا باشا، ايه اللي حصل؟ ان هو امتص كربون دايوكسيد، امتص ووتر في وجود المينرالز، طلعت الجلوكوز، والجلوكوز ده يعتبر المين سورس اوف فود ويعتبر كربوهيدراتس. يبقى ايه بقى اللي نتج؟ تقول لي مستر طلع جلوكوز وطلع اكسجين وطلع ووتر. خلي بالك من حاجه عشان ممكن يلعب اللعبه دي. فاكرين الرسمه بتاعت الدرس اللي فات؟ الجرين بلانت كان بيعمل ابزورب للووتر عن طريق الروت، كان بيعمل ابزورب للكربون دايوكسيد فروم اتموسفير، وكان ريليز يخرج لك اكسجين ويخرج لك جلوكوز، والجلوكوز ده كان بيستخدمه النبات از سورس اوف فود. يبقى اول حاجه عندنا ما تنساش احنا قلنا في كام ليفل؟ في 2 ليفلز. اول ليفل اسمه اوتوتروفيك. واتس مين باي اوتوتروفيك؟ تقول لي ليفنج اورجانيزم. ليفنج اورجانيزم كان ميك اتس اون فود. نحط تاتش صعوبه شويه. بدل ما يقول لك كان ميك اتس اون فود بيحول الان اورجانيك لاورجانيك. اللي هم مين الان اورجانيك؟ تقول لي الكربون دايوكسيد والووتر والمينرالز، يحولها الجلوكوز. الجلوكوز او الكربوهيدراتس اتس اورجانيك، واكسجين ويطلع ووتر. طبعا ده خلال عمليه اسمها عمليه الفوتوسينثيس بروسيس. طيب بص لي في الجزئيه الثانيه. يبقى الهيتروتروفيك معناها ليفنج اورجانيزم بيعتمد على ليفنج اورجانيزم تاني، يعني ما يقدرش يعمل اكله بنفسه. اوكي، بس الهيتروتروفيك هتتقسم ليفلز. اديني مثال. يعني فور اكزامبل حضرتك عندك بلانت، يبقى البلانت دوت بروديوسر اوتوتروفيك. اوكي، البلانت ده هيتغذى عليه انسكت، يبقى الحشرات دي تعتبر ايه؟ الانسكت اتغذى على النبات، يبقى الانسكت اسمه كونسيومر. اوكي، بس ده اول كونسيومر يبقى اسمه برايمري كونسيومر. واكل نباتات يبقى اسمه هيربيفوريوس. يبقى الهيربيفوريوس دايما اسمه برايمري كونسيومر. برايمري كونسيومر. حلو. طيب
الانسكت هياكلوا مثلا الفروج. اوكي، ما الفروج يبقى كونسيومر، اوكي، بس ده تاني كونسيومر يبقى اسمه سكندري كونسيومر. بلاش البلانت، يلا معايا بروديوسر يا مستر، هيتغذى عليها الدير، يبقى الدير اسمه ايه؟ برايمري كونسيومر، او ما دام اول كونسيومر اللي ياكل النبات يبقى اسمه برايمري كونسيومر او هيربيفوريوس. طب الدير ده هياكله لاين، طب ما اللاين كونسيومر بس سكندري كونسيومر، سكندري كونسيومر حلو كويس، بس بياكل لحوم يبقى اسمه سكندري كونسيومر او كارنيفورس. كارنيفورس حلو قوي. طيب ممكن على فكره الفروج دي ياكلها السنيك، تعبان، طب ما السنيك ده كونسيومر بس ثالث كونسيومر، فيقولوا عليه كلمه ايه؟ التريتوري او ثيرد كونسيومر او تريتوري كونسيومر، وده بيعتمد على السكند كونسيومر. يبقى انا كده عندي ده شكل فود تشين، سلسله غذائيه. ممكن تفصصها لي وتصنفها لي؟ يا مستر، البلانت يعتبر بروديوسر، البلانت يعتبر بروديوسر بيكوز كان ميك اتس اون فود، وبيحول الان اورجانيك لاورجانيك. طب الانسكت ده اول كونسيومر يبقى برايمري كونسيومر، بس اكلت نباتات يبقى اسمها برايمري كونسيومر، ودايما تبقى هيربيفوريوس. طب الفروج ده تاني كونسيومر يبقى اسمه سكندري كونسيومر، او يقولوا عليه كارنيفورس زي اللاين. طب تالت واحد اسمه ثيرد كونسيومر، اوكي، وده برضه يعتبر اسمه كارنيفورس. طب افرض السنيك ده عقبال عندكم مات، يبقى هيحصل له ديكومبوزنج، ديكومبوزر، وده غالبا بيحصل عن طريق انواع معينه من البكتيريا وبعض انواع الفنجاي بتعمل ديكومبوز. ايه اللي انا عايز اطلع بيه من الكلام ده؟ ان دايما عندنا بروديوسر في اي تروفيك، عندنا ميني كونسيومر، فيرست او برايمري وسكندري وثيرد كونسيومر، وممكن ننتهي خالص بالديكومبوز. عايز الفت نظرك لحاجه تانية، في كام بروديوسر؟ دايما واحد. هاو ميني كونسيومر؟ 2 او 3 او 4 حتى، اوكي. وهاو ميني ديكومبوزر؟ نوع واحد من الديكومبوزر. يبقى انا كده لفت نظرك لحاجه تانية اللي هي ايه يا مستر؟ ما تنساش يا حبيبي ان التروفيك نوعين، التروفيك نوعين، يا اوتوتروفيك يا هيتروتروفيك. اوتوتروفيك can make its own food like green plant or algae, while heterotrophic depend on another living organism، ودي ممكن تبقى برايمري وسكندري وثيرد كونسيومر. طيب سؤال كده بسرعه ننعنش بيه نفسنا، مين اللي فيه وان تايب، الاوتو ولا الهيترو؟ الاوتو. مين اللي فيه ميني تايبز وميني ليفلز؟ الهيتروتروفيك فيه كذا ليفلز. طب الهيترو اللي بيعتمد على النبات يبقى اسمه بالظبط، يبقى اسمه هيربيفوريوس. طب الهيتروتروفيك اللي ايت انذر كونسيومر، لو هيترو بياكل حيوان يبقى اسمه كارنيفورس. كويس قوي. نأكد كلامنا بحبة اكزامبلز. لو في عندنا تريشال ايكو سيستم، نظام بيئي في جرين بلانت، يبقى دي بروديوسر. طب الرابت اللي هياكل النبات يبقى اسمه برايمري كونسيومر. طب الرابت ده هياكله سنيك يبقى اسمه سكندري كونسيومر. طب السنيك ده هيصطاده الهاك او الايجل يبقى اسمها تريتوري كونسيومر. وبالتالي احنا لفتنا نظركم ان ده كده يعتبر نظام، او يعتبر ان احنا عندنا في تو مين تايبز، اوتوتروفيك وهيتروتروفيك. طب لو اكواتيك ايكو سيستم، بيئه بحريه مائيه، ممكن يبقى في الجي او دياتومز، ودي مايكرو اورجانيزم بتقدر تعمل عمليه فوتوسينثيز، او نقول عليها جرين الجي. طب الطحالب الصغيره دي مين ياكلها؟ تقول لي سمول فيش، يبقى اسمها برايمري. طيب يبقى السمول فيش ده برايمري، اكل البلانت، يبقى اللي بيعتمد على اكله او بيعتمد في غذائه على النبات يسمى برايمري كونسيومر. حد يعرف كلمه تانية غير برايمري كونسيومر؟ تقول لي يا مستر. يبقى اسمها في الحاله دي اسمها برايمري كونسيومر او هيربي فيرس. طيب السمول فيش هياكلوا لارج فيش يبقى اسمها سكندري كونسيومر او اسمها كارنيفورس.
وبعدين ووتر بيرد طير يصطادها يبقى اسمها تريتري كونسيومر. يبقى انا كده عمال اقول نفس الكلام، ان خلي بالك ان في نوعين من التروفيك، في اوتو وهيترو، والهيترو كذا نوع. طب عندنا في الدلتا بتاعت نهر النيل، نايل دلتا والليكس، عندك طحالب هيتغذى عليها فيش، حلو قوي، والفيش هيتغذى عليها لارج فيش، وبعدين يحصل لها انها تموت ويحصل لها عمليه ديكومبوزر. يبقى هو بيحاول ياكد من خلال الامثله ان فعلا عندنا كذا نوع من التروفيك، اللي هم النوعين الاساسيين اللي هم الاوتوتروفيك والهيتروتروفيك. تعالوا نشوف بقى الكلام ده عن الديكومبوزر. عرفنا الاوتوتروفيك وعرفنا الكونسيومر. الديكومبوزر كل الكائنات الحيه لما بتموت بيحصل لها ايه؟ اكيد كل الليفنج اورجانيزم بيحصل لها ديكومبوزنج. يبقى تالت نوع عندنا الديكومبوزنج، بس خلي بالك الديكومبوزر كلاسيفاي از ايه؟ اوتو ولا هيترو؟ هيتروتروفيك، لان هي ديبند اون انذر ليفنج اورجانيزم حتى لو ميت. دي بتعمل كونفيرت للليفنج اورجانيزم، تحولها لمينرالز وتحولها لإليمنت وترجعها مره تانية للسويل عن طريق ان هي بتعمل ديكومبوزنج للليفنج اورجانيزم. يبقى الديكومبوزر بتعمل ديكومبوزنج للليفنج اورجانيزم، بتحلل جسم الكائنات الحيه وتحولها مره تانية وترجعها للسويل. هل ده مهم؟ مهم، لان الديكومبوزر بتعمل بالانس في الانفايرومنت. يبقى انا كده يا باشا يا محترم لفت نظرك ان عندك التروفيك، انا كده بعيد الكلام، عندك التروفيك نوعين، يا اوتو يا هيترو. طيب والهيتروتروفيك، الهيتروتروفيك ممكن تبقى في منها كونسيومر وفي ديكومبوزر. وعندنا الكونسيومر كذا ليفلز، اللي هو البرايمري والسكندري والتريتري او الثيرد ليفلز. طيب give example for decomposer. البكتيريا والفنجاي بتعمل ديكومبوز للليفنج اورجانيزم. طيب فين الناموسه؟ الناموسه فين الديدان؟ دي اسمها بارازايت، دي بتتغذى على كل الكائنات الحيه، يعني نبات، انسان، حيوان، اي كائن حي بيموت الديكومبوزر بتقدر ان هي تتخلص منه. وخلي بالك ان لو ما حصلش تخلص ده يبقى ليه نيجاتيف افكت على الانفايرومنت وعلى الايكولوجيكال بالانس. نحب نعيد كلامنا تاني. انا كده لفت نظرك ان احنا عندنا تو تروفيكس، حاجه اسمها اوتوتروفيك، حاجه اسمها هيتروتروفيك، والهيتروتروفيك متقسمه حاجه اسمها كونسيومر وحاجه اسمها ايه؟ ديكومبوزر. يعني ايه ديكومبوزر؟ تقول لي مثلا بتعمل ديكومبوز للليفنج اورجانيزم، بتحلل اجسام الكائنات الحيه. كويس قوي. طيب نسال كام سؤال كده بسرعه عشان ننعنش نفسنا. mention the two main trophic in the environment. mention the two levels او التو تروفيكس والمين تروفيك اللي موجودين في الانفايرمنت. يس، اوتوتروفيك، هيتروتروفيك. يبقى ما تنساش في اوتوتروفيك وفي هيتروتروفيك. طب الهيتروتروفيك ليفل واحد ولا كذا ليفل؟ تقول لي لا، الهيتروتروفيك يا مستر في منها كونسيومر وفي منها ديكومبوزر. طيب سؤال بقى تاني للناس الاذكياء، مين اللي بيعمل ديكومبوز وفيد ان اول ليفنج اورجانيزم؟ بيتغذى على كل الكائنات الحيه. اللي بيتغذى على كل الكائنات الحيه بعد ما تموت الديكومبوزر والبارازايت، لانها بتعمل ديكومبوز للليفنج اورجانيزم. طيب سؤال تاني، مين اللي لازم يستارت اي فود تشين؟ اي فود تشين ستارت باي كونسيومر ولا ديكومبوزر ولا بروديوسر؟ عشان تبتدي بايه دايما؟ ببروديوسر. طيب سؤال تاني، which one found by large number producer or consumer or decomposer have many levels؟ مين اللي فيها many levels؟ البروديوسر ولا الكونسيومر ولا الديكومبوزر؟ البروديوسر واحد والديكومبوزر واحد. امال مين بقى اللي كان فيها فيرست او برايمري وسكندري وثيرد؟ يس، الكونسيومر. يبقى الكونسيومر فيه كذا واحده منها. هل انا لازم ادرس الفيدنج تايبس؟ يعني انا لازم اعرف كل واحد بيتغذى ازاي؟ mention the importance of study the feeding. ايه اهميه ان انا ادرس الفيدنج؟ ده مهم في ايه؟ نحول الكلام لكلام بسيط. اول حاجه ده هيعمل كلاسيفاي للليفنج اورجانيزم.
اوكي، بس الموضوع مش بس نوت كلاسيفاي، ده يقدر يخليك نمبر 1 تقدر تعمل ستادي داينامكس اوف ايكو سيستم، يعني حركه الايكو سيستم. يعني هتدرس العلاقات بين الكائنات الحيه. يبقى انا مهم ان انا اعرف الفيدنج تايب، مهم ان انا اعرف كل كائن حي بيتغذى ازاي. ليه؟ عشان اعرف الداينامكس اوف ايكو سيستم، يعني حركه الايكو سيستم. حلو قوي. عشان اقدر اظبط البالانس بتاع الليفنج اورجانيزم او بتاع الانفايرومنت او بتاع الايكو سيستم. كويس قوي. عشان اعرف ايه الفاكتور اللي كوزنج كولابس. ممكن نحولها لكلام بسيط. ايه الامبورتنس اوف ستادي فيدنج تايبس؟ هو انا ايه اللي هيعود عليا لما ادرس ده اوتروفيك ده هيتروتروفيك ده كونسيومر ده بروديوسر ده ديكومبوزر؟ هينفعني في ايه؟ نمبر 1 و 2. حول الكلام لكلام بسيط، طلع الخلاصه. تقول لي نمبر 1 يا مستر ستادي ذا دايناميك اوف ايكو سيستم، اعرف حركه النظام البيئي عامله ازاي. تاني، هاو ذا ايكو سيستم كولابس، كيف ينهار الايكو سيستم. لما اقول لك النبات ده مات، الحيوان ده اختفى، ما انا عارف ان ده بروديوسر، عارف ان ده ديكومبوزر، عارف ان ده كونسيومر، فانا عارف الفيدنج تايبس. طب وايه فرحتي لما اعرفها؟ ايه الفكره لما اعرف الفيدنج تايبس؟ هنعرف هاو ذا ايكو سيستم كان بي كولابس، ايه اللي ممكن يعمل انهيار للنظام البيئي. يعني لما اقول لك في كونسيومر مات، تقول لي مش مشكله، في 3 كونسيومر تاني. لكن لو قلت لك كل البروديوسر مات، النبات حصل له تلوث وتم ازاله كل الجرين بارت والجرين اريا، تقول لي لا دي مصيبه، لان البروديوسر بيبقى ايه؟ واحد. يبقى ايه الامبورتنس اوف ستادي فيدنج تايبس؟ تقول لي نمبر 1 اعرف الداينامكس اوف ايكو سيستم، نمبر 2 هاو ذا ايكو سيستم كان بي كولابس ديو تو هيومن فاكتور زي البولوشن، زي ديزرتيفيكيشن التصحر. كل دي ممكن تسبب. ممكن نطلع بالخلاصه عشان الاسئله دي بتيجي كتير قوي. اسئله mention the importance of study the feeding types. ما هي اهميه دراسه الفيدنج تايبس؟ نمبر 1 study the dynamic of ecosystem، اعرف الديناميكيه بتاعت الايكو سيستم وهاو ذا ايكو سيستم كان بي كولابس. هنبتدي نربط بين الكائنات الحيه بشكل اكثر علم وبشكل اكثر احترافيه. بدل ما نقعد نقول لك ده اكل ده اكل ده، لا، احنا هنحول الكلام ده لماثيماتيكال ريليشن. هنربط بين الكائنات الحيه بشكل علمي اكتر. هنبتدي نرتب الكائنات الحيه في شكل بيراميدز، ونعرف كل كائن حي ايه علاقته، ونرتبهم في شكل ليفلز. الليفلز دي اسمها فود بيراميدز. يبقى احنا هنعرف الريليشن بتوين ليفنج اورجانيزم. ايوه، هندرس الريليشن بتوين ليفنج اورجانيزم في شكل معين. الشكل ده اسمه بيراميدز او فود بيراميدز. في عندنا 3 انواع من الفود بيراميدز. يبقى انا هربط بين الكائنات الحيه بشكل معين علمي، وشكل فيه استخدام للماس وللماثيماتيكال ريليشن. هنربط بين الكائنات الحيه في شكل حاجه اسمها بيراميدز. والبيراميدز الفود بيراميدز، اهرامات الغذاء 3 تايبس. اول حاجه ممكن نربط بينهم عن طريق بيراميدز، يبقى عندنا فود بيراميدز او يقولوا عليها ايكولوجيكال بيراميدز. ايكولوجيكال بيراميدز ممكن نربط بين الكائنات الحيه من حيث عددها، يبقى اسمها، يبقى تاني كده هنربط بينهم على شكل بيراميدز. البيراميدز نوع 1 ولا 3؟ تقول لي لا 3، حسب انت عايز تدرس ايه. في حاجه اسمها ايكولوجيكال بيراميدز. ايكولوجيكال بيراميدز، الايكولوجيكال بيراميدز 3. في بيراميدز اسمه نمبر، ده بيربط بين الكائنات الحيه depending on its number by study its number. for example، ادي نبات، ادي حيوانات ارانب وفران وجراد، وادي بعد كده تعابين، وادي طيور. اوكي، النبات هياكلوا الرابت، الرابت هياكلوا السنيك، السنيك هياكلوا الايجل. كويس. دايما الفود بيراميدز او الايكولوجيكال بيراميدز بتبتدي بالبروديوسر. يبقى دي قاعده، لازم الايكولوجيكال بيراميدز سواء كانت نمبر او بايوماس او انرجي، ما هم 3 انواع، لازم اي بيراميدز يبتدي بالبروديوسر بالنبات. حلو. وبعدين اسمه برايمري كونسيومر، سكندري كونسيومر، التريتري او الثيرد كونسيومر. حلو. وممكن يوصل ل4 بس مش اكتر من 5، عشان هنعرف ليه ودرسناه قبل كده، عشان بيحصل ان العدد بيقعد يقل. نرجع لكلامنا.
ممكن نعبر عن العلاقة بين الكائنات الحية في شكل بيراميدز اسمها ecological pyramids. We have three types of pyramids which are number one pyramids of number. البيراميدز اوف نمبر بنلاحظ ان كل ما نطلع لفوق العدد يقل. يعني لو عندنا فدانين زرع يتغذى عليها كام ارنب؟ تقول لي 20 ارنب. فدانين 20 ارنب ياكلوه. طب ال 20 ارنب دول ياكلهم كام تعبان؟ تقول لي ممكن تعبانين 3 يخلصوا لك عليهم. حد اخد باله؟ العدد بايه؟ بيقل. عشان كده اسمه بيراميدز. تحت يبقى وايد وفوق يبقى نارو، والزاويه كل ما نطلع لفوق بص الزاويه عماله تقل. طب بعد كده السنيك ده ممكن ياكلوا كام بيرد؟ التعبانين 3. تقول لي ممكن 1 بيرد يخلص لك عليهم. يبقى اول عندنا بيراميدز عباره عن بيراميدز بريزنت ذا ريليشن بتوين ليفنج اورجانيزم اكوردنج تو اتس اتس نمبر يا دكتور. تاني نوع اسمه بايوماس. ده بيعبر عن العلاقه بين الليفنج اورجانيزم. احنا ابتدينا قلنا لازم يبتدي بمين دايما؟ تبتدي يا مستر دايما ببروديوسر، وبعدين برايمري وسكندري وثيرد كونسيومر. حلو. تعال بص ده كده. لو عندنا، خلي بالك هو بيتكلم بالماس، طن نبات يتغذى عليها كام حشرة؟ أقل. طيب العلماء عملوا علاقة بينهم إن كل ما بنطلع لفوق بيحصل ترانسفير ل 10% اونلي. يعني لو تحت عندنا نبات 100%، لما نطلع فوق اللي بعده الماس بتاعه يمثل 10% of the previous level. مش فاهمة. لو ده 1000 كيلو يعني طن، اللي بعده يبقى 10% منه، يعني divided 10 يبقى 100. اللي بعده يبقى 10% منه، يعني divided 10 دول يبقى 1% او 10 عشان دي 100. اللي بعده يبقى 1 divided 10 يبقى 1. 1 ايه؟ ده كان 1000 كيلو جرام، بقى 100 كيلو جرام، بقى 10 كيلو جرام، بقى 1 كيلو جرام. ايه اللي انت استنتجته؟ ان لما بنتنقل من ليفل لليفل الماس بيقل وبيحصل ترانسفير اونلي. ركز الحته دي مهمه جدا. بيحصل ترانسفير كام في الميه؟ 10% اونلي. نلعب رقم تاني حبيبي. لو دول كانوا 100 طن يبقى اللي بعده، تقول لي يا مستر هيبقى 10 طن، اللي بعده 1، اللي بعده 0.1، وانا طالع لفوق كده بعمل ديفايدد 10. طب ما تيجي نعكسها. لو انا نازل اعمل تايمز 10. اديك مثال، ممكن تلعب اللعبه دي معايا؟ والسؤال ده جاي كتير. لو ده فيه 1000 كيلو جرام، تقدر تجيب لي ده بكام وده بكام؟ لو هنزل لتحت اعمل تايمز 10 يبقى 1000 تايمز 10 يبقى ب 10000. طب لو هطلع لفوق اعملها ديفايدد يبقى كده تايمز 10. طب لو لفوق يبقى ديفايدد 10. طب 1000 ديفايدد 10 تقول يبقى 100. طب اللي بعده لو هطلع لفوق يبقى ديفايدد 10 عشان 10% بس اللي بيحصل لها ترانسفير، 10% بس، 10% بس. حلو. ال 100 تقول اللي بعديها يا مستر يبقى 10. ايه اللي انا فهمته؟ ان كل ما اطلع لفوق كميه الماس بتقل وبيحصل ترانسفير كام في الميه؟ لا عيب قوي، اوعى تكون نسيت. كام في الميه بتتنقل؟ 10% اونلي. طب يبقى كده بيحصل لوزنج كام؟ هو بيتنقل 10%، يبقى حصل فقدان كام؟ 90% لوز. ده لو بايو ماس او بنعمل ريليشن ديبندنج اون ماس. طب لو ديبندنج اون انرجي نفس الكلام، كل ما اطلع لفوق الانرجي برضو بتقل، بس هنا كنا بنعتمد على الماس، هنا بنعتمد على الانرجي اللي بتتقاس بالجول. كل ما اطلع لفوق بيحصل ترانسفير كام في المية؟ تقول لي 10% only ترانسفير. How many lost؟ قد ايه انرجي فقدت؟ تقول لي 90% is lost. كلام حلو قوي. انا بعتبر دي اهم جزئيه عندنا في الليسون ده.
we can explain the relation between living organisms depending on pyramids, which is called ecological pyramids, and we have three types of pyramids. Mention the three types of pyramids. تقول لي في واحد اسمه number، واحد اسمه biomass mass، واحد اسمه energy. ألعب لعبة. Which pyramids is represent the relation between living organisms depending on its number. Pyramids of number. Which pyramids present the relation according to mass. تقول اسمه biomass. Which one depend أو explain the relation depending on the transferring energy. اسمه energy pyramids. سؤال تاني. How many energy lost؟ في كم energy بتفقد؟ 90%. How many transfer؟ 10%. طب نصعب الموضوع شوية. مين يعرف يحل البروبلم دي؟ هنا 0.1. عايز هنا في كام؟ خلي بالك لو بنتكلم 0.1 من الانرجي. عايز هنا في كام وهنا في كام وهنا في كام، واحنا نازلين بنعمل ايه يا جماعه؟ تايمز. يبقى 0.1 هيبقى 10 تايمز 10 يبقى 100 تايمز 10 يبقى 1000. خلي بالكم عشان دي موضع اسئله بتيجي. اللي احنا قلناه بقى تعالوا نظبطه. لازم البيز بتاع البيراميدز، قاعده البيراميدز تبتدي دايما ببروديوسر وده بيبقى لارجست نمبر، وبعد كده كل اللي بعده بيبقى اكبر كتله تحت، وكل ما نطلع لفوق بيبتدي كميه الماس يقل ويبتدي كميه الانرجي تقل ويبتدي كمان النمبر يقل. فخلي بالك ان دايما القاعده بتاعت البيراميدز بيكون فيها اكبر عدد، فيها اكبر ماس، فيها اكبر اماونت اوف انرجي، لان البلانت عمل فوتوسينثيز واخد الطاقه الكبيره جدا من الصن. طيب التوب بتاع البيراميدز ريبريزنت اصغر نمبر واصغر نمبر واصغر ماس واصغر كمان كميه انرجي. طيب الجزئيه الثانيه هي راحت فين الانرجي؟ انت بتقول لي ان بيحصل ترانسفير كام في الميه؟ 10% صح؟ طب ال 90% راحت فين؟ بص بيقول لك ايه؟ بيقول لحضرتك ان 90% is not transfer. راحت فين؟ في 90% من الطاقة، انت بتقول لي اتنقل 10%. الماس الانرجي اتنقل منها 10% اونلي. يا حبيبي، ما هو الكائن الحي الطاقة اللي اخدها دي، انت بتاكل حيوانات وبتاكل نباتات، بتاكل لحوم ونباتات. الاكل اللي انت بتاكله ده بتعمل بيه ايه؟ ما انا لما اموت هترجع للتربة، بس اوكي، بس في جزء من الاكل دخل جسمي، عملت بيه ايه؟ ليه في 90% من الانرجي لوست بتفقد؟ ليه لما بتتنقل من ليفل لليفل بيتنقل 10%؟ راحوا فين ال 90% اللي اخدهم الكائن الحي؟ تقول لي تعالى بس ثواني، هو بياخد الاكل وبياخد الطاقه وبياخد الكائنات الحيه المواد الغذائيه وبياخد الطاقه دي كلها يعمل بيها ايه؟ 90% راحوا فين؟ بيستخدمها في فايتال اكتيفيتيز، في انشطه مختلفه. زي ايه يا مستر؟ هو انت يا ابني عشان جسمك يهضم الاكل او عشان تتنفس او عشان تتحرك او عشان تتنطط محتاج ايه؟ طاقه اللي انت اخدها منين؟ من الكائنات الحيه. طب بلاش الارنب اللي اكل نباتات، مش اخد النبات ده اخد منه طاقه؟ طب الارنب ده اتنطط واكل وتكاثر واتحرك من مكان لمكان، يبقى حرق جزء من الطاقه. عشان كده 90% من الطاقه بتهدر وما بتتنقلش، وبتنقل بس كام في الميه؟ 10%. طب وال 90% يوز ان ايه؟ تقول لي يوز ان دايجيشن والفيتال بروسيسز والفيتال اكتيفيتيز. غير كده كمان ممكن تخرج على شكل هيت انرجي، مش جسمك بيحرق فبيطلع هيت انرجي، اوكي، يبقى ده في جزء من الانرجي اللي هم 90% اللي بيحصل لهم لوز يوز او امايت او جيت اوت فروم ذا بادي از هيت انرجي. غير كده كمان انا بعمل اكسكريشن، اللي نوت دايجست ونوت ابزورب بيخرج في شكل اكسكريشن، يبقى برضو ممكن تخرج على شكل اكسكريشن وعلى شكل تاف فايبرز وعلى شكل الياف صلبه، وبتخرج على شكل فضلات من جسمنا. يبقى 90% اللي بتضيع تستخدم في سمع فيتال اكتيفيتيز، بتستخدم كمان as a heat energy get out from the body and get out as excretory substance. افكرك 10% بتتنقل، 90% بتضيع. بس مش بتضيع، بنستفيد بيها. زي واحد بيكسب 1000 جنيه بيحوش بس منهم 100 جنيه. طب وال 900 جنيه راحوا فين؟ ما هو صرف منهم يا مستر، يعني هو هيعيش كده بلاش؟ ده نفس الكلام. الجزء الاخير عندنا
عايز يديك حاجه كده ليها علاقه بالبيئه. في حاجه عجبتني جدا، شايف الفيل ده؟ المحميات الطبيعيه بقى، بس صارفين جامد بقى، يروح معلقين كده في رقبه الحيوان زي طوق، فيقول عليه سمارت كولرز. ماله؟ ده عباره عن كولر زي طوق كده، يتحط حوالين رقبه الليفنج اورجانيزم زي اللي موجود في محميات زي اللي في كينيا، ويسيبوا الكائن الحي ده يجري ويتنطط زي ما هو عايز. طب هو ايه بقى بيعمل؟ ايه الجهاز اللي معلقينه في رقبته ده اللي هو السمارت كولرز؟ ده يقدر يقيس معدل الحركه بتاعت الليفنج اورجانيزم. عايزين يعرفوا هو سليم ولا مش سليم، مريض ولا مش مريض، بيحرق ولا ما بيحرقش، فيقدر يدرس معدل الموفمنت بتاعته. ما هو بيجري بقى في غابه، فهو عايز يدرس نشاطه، مريض ولا مش نشيط ولا ايه بالظبط ظروفه. ويقدر يجمع درجه حرارته، ويجمع كل معلومات عن جسم الكائن الحي. زي ايه دلوقتي؟ زي السمارت ووتش اللي بنلبسها في ايدينا دلوقتي، وزي الابل ووتش مثلا، تجيب لك معدل الهارت ريت بتاعك، نسبه الاكسجين بتاعتك، مشيت كام كيلو. حتى في الموبايل في ابلكيشن كده اهو، ده نفس الكلام بس بيعملوها في الكائنات الحيه، اسمها سمارت كولرز. فتدي معايير ومقاييس عن الليفنج اورجانيزم، فيقدر يعرف الاماونت اوف انرجي والانيمال كونسيومر قد ايه عمل كونسيومد، وقد ايه قدر يعمل سيرشنج في الفود، وازاي يقدر يعمل اكتيفيتي بتاعته ونشاطه. انا عندي على الموبايل في ابلكيشن بيعرفني انا مشيت كام ستيب، وحرقت قد ايه، ومعدل النبض بتاعي اهو. ده نفس الكلام موجود في الكائنات الحيه، اسمه سمارت كولرز. mention the importance of the smart collars. It's used to measuring the activity of living organism and heartbeats and searching for food. ويقدر يجمع داتا عن الليفنج اورجانيزم. بكده يا رجاله، بكده يا دكاتره، بكده يا حلوين، نبقى خلصنا ليسون 2. ليسون بسيط بس خلي بالك معتمد على ليسون 1. اوكي، نذاكر كويس جدا، نحل الواجب كويس جدا عشان نبقى مستعدين ولمين كل الاجزاء. عايزين يبقى عندنا وقت وبراح عشان ناخد راحتنا في مراجعه الشهر باذن الله. شكرا.